انا مصدومه بس مش مستغربه. كالعاده الاي اس تي دايما متاخر، جداول الامتحانات نازله متاخر كالعاده، بس الاكتر منه المره دي انه منزل تعديلات جوهريه في الامتحان بس متاخر جدا. وعندك محاوله يوم 23 يناير والطالب اللي داخل المحاوله دي ما عندوش ماتيريال ولا كلاسيفايد كويستشن ولا براكتس تيست ولا اي حاجه يشتغل منها. السؤال النهارده اللي في كل بيت عنده طالب دبلومه امريكيه بيخطط يدخل محاوله اي اس تي في يناير الجاي قطعا بيسال من هنا لغايه يوم المحاوله هشتغل منين وهشتغل ازاي، دماغ الممتحن فيها ايه، هيجي لي ايه. لانه الكلام على الورق رائع جدا لكن ارض الواقع شكلها ايه لغايه دلوقتي محدش يعرف. هتنزل ريسورسز امتى؟ انت شايف ان الوقت كافي من هنا لغايه يوم 23 يناير انك تنزل ريسورسز الطالب يقدر يتدرب عليها كويس؟ الوقت هيلحق؟ ما اعتقدش. هو دلوقتي الاي اس تي قرر يعمل تعديلات عشان يقدر ينافس امتحان قوي ومحترم زي امتحان الديجيتال سات، فقرر يخف الضغط شويه على الطلبه. لانه كمان اول ما نزل الديجيتال سات في شهر 6 اللي فات وبسبب العيوب الكتيره بتاعه الاي اس تي سواد الاعظم من الطلبه راحوا على الديجيتال سات، وده تعتبر خساره ماديه فادحه ليه. فقرر ان هو يعمل بعض التعديلات. التعديلات كالاتي: اولا بعد ما كان الامتحان الاي اس تي نص ساعه 20 سؤال without كالكوليتر وبعد كده 55 دقيقه 38 سؤال بكالكوليتر، اصبح شيت واحد كله يوزنج كالكوليتر سواء ساينتفك او جرافد كالكوليتر. ما بقاش فيه خلاص جزء منتال 50 سؤال في 75 دقيقه. كان زمان في النظام الاولاني السؤال كان بياخد 93 ثانيه، دلوقتي بقى بياخد 90 ثانيه، فطبعا يعتبر اسرع لانك كمان هتستعمل الكالكوليتر. المنهج هو مفيش حاجه اتغيرت لا اتضافت ولا اتشالت في الاي اس تي 1. اما بالنسبه للاي اس تي 2 لا طبعا عمل تغيير جذري رائع. اولا خلى 40 سؤال في 60 دقيقه وشال حقيقي دروس كانت عامله هادك للطالب رهيبه. لا التغيير في الاي اس تي فعلا رائع، ده على حسب كلامهم. المشكله هنا انا لازم اشوف ارض الواقع عامله ازاي، لازم يكون عندي ماتيريال وحاجات اشتغل منها مع الطلبه عشان الطالب يبقى عارف الدنيا اولها من اخرها داخل يمتحن في ايه. نصيحتي لكل طالب، لو انت اصلا دخلت محاوله اي اس تي قبل كده وداخل محاوله يناير عشان تحسن السكور، فانا بقول لك ادخل بقلب جامد لانك جاي من السيستم اللي كان صعب وبقى سهل، فبالنسبه لك الدنيا هتبقى كويسه قوي باذن الله. اما لو انت طالب لسه بتخطط تدخل ادفانسد كورس ومش عارف اذا كنت اي اس تي ولا ديجيتال سات، فطبعا بدون تردد في الوقت الراهن الدربكه دي ادخل ديجيتال سات. امتحان قوي محترم له ريسورسز تقدر تحل منها سواء ال 1300 سؤال اللي في الكويستشن بانك في الكوليدج بورد او ال10 امتحانات اللي على البلو بوك، غير الابديت اللي بيحصل الاسئله كل شويه. بصراحه حاجه محترمه وشابو يعني. لكن هتدخل دلوقتي اي اس تي مفيش ورقه ماتيريال شيت نقدر نحل منه، انا شايفه ان انت ما تحطش نفسك التجربه دي وتبقى انا اسفه وتبقى فار تجارب اول محاولتين ثلاثه. ادخل ديجيتال سات محاوله في الثانيه، لو لا سمح الله لم توفق ممكن تروح تجرب اي اس تي. هتكون بقى المحاولات اشتغلت وسمعنا ريفيوز من الطلبه، ويمكن ربنا يسهل وربنا يهديهم وينزلوا ريسورسز.